ترند الدونر الكباب التركي اللي عامل ضجة في الريزو سوسيو وين نمشي يعرضني اليوم حضرته أما بطريقتي وبالدجاج زادة وطلع اللحمة طري بنين ما نحكي لكمش مع الخبز التركي ولا أروع. للخبز نستحق كيس حليب دافي، نص كيس ماء دافي، كعبة ياغورت، مغرفتين زيت زيتونة، مغرفة خميرة ومغرفة سكر، ونزيدهم الفارينة 500 جرام ومغرفة صغيرة ملح. نعجنها بالكدا العجينة تكون تتلصق، دهنتها بالزيت ونغطيها ونخليها ترتاح. نتعدى نرحي بصلة، 3 فصوص ثوم، مغرفة هروس، كركم، فحم متاع دجاج، مغرفة فلفل أحمر، ملح وفلفل أسود. نرحيهم مع بعضهم ونزيدهم 500 جرام دجاج، مغرفتين ياغورت طبيعي وزيت زيتونة. نعاود نرحيهم وهذا الخليط اللي تحصلت عليه نغطيه ونخليه على جنب. نرجع للعجينة متاعي نقسمها للكعابر صغار ونحل كل كعبورة ما تكونش لا خشينة لا جويدة ونحطهم في بلاتو نغطيهم ونخليهم دريجين وبعد نطيبهم. على بابي كويسون نحط الدجاج اللي حضرناه ونحط عليهم ورقة أخرى وبالرولو نحلها جويدة على الآخر ومن بعد نحي الورقة الأولى ونروليه بالكدا كيما شفتوا في الفيديو كيما الجاتو رولي. الكمية اللي عندي عملت لي كعبتين، حطيتهم في بلاتو، زدتهم فلفل وطماطم، رشيت عليهم الزيت ودخلتهم يطيبوا في الفور يكونوا سخون على 200 درجة. بعد ما طاب نحيت له بابي كويسون رجعته يتحمر شوي في الفور. واخر شيء عبيت الخبز اللي حضرته باللحم الفريت البصل والمعدنوس والفلفل والطماطم اللي حضرناهم وصحة وبالشفاء.